السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. وطبعا زي ما انت عارف او انت لسه ما عرفتش ان في تلات حاجات مهمين لازم تعملهم، هم لايك والشير، اشترك في القناه، طبعا فعل الجرس ده عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله انا انزله. باختصار السريع المفيد نتكلم كده عن الشانل بتاعتنا. القناه بتاعتنا بتتكلم عن السمارت ووتش بكل احتياجاتها، بالنسبه للسعر، بالنسبه للامكانيات، بالنسبه للاشكال، بالنسبه للاسترابات، قطع غيار، كل الحاجات الحلول اللي مثلا انت مش عارف تحلها او المشاكل اللي مش عارف تحلها، كل ده موجود عندنا في القناه بتاعتنا. طبعا القناه موجوده قدامك، ممكن تقلب براحتك، هتلاقي كل انواع الساعات. هنتكلم عن ساعه النهارده، وهي ساعه طبعا موجوده في السوق دي لها فتره وليها يعني اصدار اقل منها، وهي التي 800. الاصدار الجديد طبعا هو التي 800 الترا 2. طبعا المفروض ان دي تكون الاصدار الاعلى من التي 800 الشكل اللي هو العادي. فالنهارده ان شاء الله كده هنعمل ريفيو عنها او نشوف الامكانيات بتاعتها وهل هم ضافوا حاجه جديده ولا لا. مبدئيا كده من الساعه من بره، من علبه الساعه كده، هنتكلم عن الابلكيشن اللي بيشغلها، وهو مكتوب قدامك فوق هنا كده اللي هو ليكسس فيت. فبرنامج برده هو ممكن انت تعمل صورتك خلفيه، ودي حاجه كويسه جدا. في برامج كتير ما بيشتغلش فيها الحوار ده. طبعا هنا بيقول لك مقاس الساعه اللي هو 1.99 انش. فيعني الفكره ان هي مقاس صغير 45، فانت ممكن تلاقي لها سكرينات بس مش هتلاقي لها كفر. الاستراب موجود برضو تقريبا، اي استراب عامه بيركب عليها اذا كان حتى 49 فيركب على 45 مفيش مشكله. نفتح الساعه مع بعضينا كده ونشوف المحتويات اللي موجوده فيها. اول حاجه طبعا وهي الورقه اللي بتيجي معاك دي، والفكره ان احنا زي ما قلت لك قبل كده ما بنستفادش منها باي حاجه غير الابلكيشن بتاعه، وهو طبعا مكتوب على البرنامج او على العلبه من بره، فاحنا مش عايزين الورقه دي في اي حاجه. تاني حاجه هتلاقيه هو الاستراب بتاعها. الاستراب جاي باللون اللي هو الكاكاوي او اللون يعني مايل للابيض. فالفكره الاستراب زي ما قلت لك قبل كده، انت عايز تغير اي استيك فمتاح منها قطع غيار كتير. ثالث حاجه وهو الشاحن بتاعها. طبعا شاحن وايرلس زي بقيه الشواحن او كل اللي شغال دلوقتي وايرلس. خلاص حكايه اللي هو ابو سنين ده بقى ممنوع او مش ممنوع، مش موجود حاليا في الحاجات الجديده، فكلها شغاله شغل وايرلس اللي هي مجرد ما تعمل كده تلزق على طول في الساعه. الفكره كلها ان هو يلزق معاك عشان يشتغل على السمارت ووتش بتاعتك. نركب بقى العلبه كده بعيد ونمسك السمارت ووتش نفسها ونتكلم كده عن الشكل من بره. فالشكل بتاعها يعني الفكره ان هو مختلف عن التي 800، ان هو ده معدن. التي 800 ما تحسوش معدن كده، تحسه يعني داخل على بلاستيك على معدن على نوعين في بعض. لا، هنا الخامه بتاعتها معدن. طبعا ما فيهاش زراير ولا لوك، وقدامك البكره اللي قدامك صوتها كويس. الصوت العالي بيبين لك اذا كانت هي كويسه ولا لا في التكه بتاعتها، حساسيه التكه، وان المسمار ده او الاكره دي ما بتلفش يمين وشمال معاك كتير، فهي حاجه كويسه. فنفتح كده الساعه. لو سحبنا من تحت قدامك في البلوتوث، في كشاف، في الجري، في موسيقى. طبعا حكايه الموسيقى اللي انا قلت لك عليها قبل كده، انت لو عايز تخرج الصوت من السمارت ووتش بتاعتك. نرجع لورا كده، نسحب من فوق، هتلاقي لا يوجد رسائل عشان انت ما عملتش كونكت بيها لسه. لو سحبنا من الجنب كده بيجيب لك اختصارات بسيطه. نخش على طول لجوه، نخش على الاعدادات. مصباح يدوي ده عشان لما تقلب ايدك كده تنور على طول. ظبط الوقت، في هنا ظبط يدوي. طبعا انت مجرد ما تعمل برضو كونكت بالابلكيشن بتاعها بيتظبط على طول. خلينا في كلمه السطوع، نقلل السطوع شويه. في عندك هنا وقت انتظار الشاشه، احنا معمول 15 ثانيه، احنا ممكن نخليها 30 ثانيه مفيش مشكله، ماشي تمام. اغلاق، اعاده التشغيل، اعاده ضبط المصنع، وكلمه حول وهي عن الساعه نفسها بيجي لك في البلوتوث اسمه ايه، اللي هي كلمه واتش اللي قدامك دي. فنرجع لورا كده، دوس مثلا فيها كلمه سر برضو شغاله معاك، بس اهم حاجه ما تنساش كلمه السر، عشان يعني الحكايه دي ان هي ممكن ان انت تتعب معاها شويه، بس الموضوع بيبقى سهل في الاخر. فبره كده في حاجات كتيره جدا بالنسبه اللي كانت موجوده في الاعدادات، زي اللغه قدامك اهي. هي طبعا انا عاملها باللغه العربيه وبتدعم اللغه العربيه، شغاله معاك كويس. طبعا الحاجات القياسيه زي نبضات القلب، السكر، الحاجات دي زي ما قلت لك قبل كده ما بتكونش مظبوطه. بالنسبه هنا انت معاك طبعا الواتس والفيسبوك، وعندك هنا تويتر وسكاي. فالحاجات دي كلها يعني زي ما قلت لك قبل كده هي بتشتغل معاك اشعارات بس، بيجيب لك اشعار وما تقدرش طبعا تشوف الاشعار ده الكلام المكتوب فيه ايه او ترد عليه حتى. وبالنسبه للاسامي فهي هنا بتبين لك الاسم بس طبعا بيجي متقطع. في عندك هنا علامه الاي دي طب بتقول لك على كل حاجه طبعا بالنسبه للساعه اللي معاك. وهنا جوه تقريبا مفيش حاجه ثانيه ممكن نتكلم عنها بالنسبه للموسيقى، فطبعا لازم تعمل ارتباط او تربطها بالتليفون بتاعك عشان تطلع صوت. فبالنسبه نتكلم على حكايه الشحن بتاعها او الشحن بتاعها بياخد وقت طويل، ودي حاجه كويسه. ممكن يكون الساعه بتاعتي دي او الساعه اللي معايا دي هي الشحن بتاعها كويس، ممكن تصدف معاك ان هي تيجي الشحن بتاعها وحش، فانت ممكن تزم في الساعه بالنوع الساعه وتزم فيا انا كمان ان انا قلت لك ان هي ساعه شحنها كويس. لا، انت وحظك فيها. فبالنسبه للشحن انا عن نفسي اللي جربته ده
الشحن بتاعها كويس وبيقعد معاك 3 ايام شغال على طول. وبالنسبه طبعا لزرار الاختصار اللي هو البرتقاني اللي قدامك ده، مجرد ما بتدوس عليه كده بيجيب لك طبعا الحاجات الرياضيه، والحاجات الرياضيه دي شغاله معاك 100 ما فيش مشكله خالص، لان هي طبعا يعني زيها زي التليفون بتشتغل فيها، يعني فيها حاجات كتيره جدا اوبشن مختلفه، فيها ايه يعني التمرين، فيها الجري، فيها السباحه، فيها جيم، فيها الريشه، فيها القفز، فيها حاجات كتيره، فيها المشي العادي، فحكايه الرياضه فيها فهي شغاله معاك مفيش مشكله. وطبعا حكايه ان الوقت يقعد معاك وقت اطول في الشحن هي ان انت ما تخليش الصوت او اي حاجه تخرج منها، يعني خلي اشعارات شغاله معاك مفيش مشكله، بس حكايه الصوت دي هي بتستهلكها اكتر، يعني حكايه الاتصال ان انت ترد منها والمايك والسماعه والحاجات دي بتستهلك من البطاريه. فالاحسن اللي انا بقول لك عليه ان انت تخلي كل ده يطلع من التليفون بتاعك عادي، مش لازم من السمارت ووتش. نيجي بقى بالنسبه لسعرها، فالسعر بتاعها بيتراوح معاك من 500 جنيه لحد 550، هي برده رينجها قريب للتي 800. هم تقريبا ما ضافوش اي حاجه جديده خالص، غير ان هو ممكن يكون ظبط حكايه الشاشه تكون يعني احسن شويه، وقت الشحن هو ده اللي ممكن يكون يختلف، اما الباقي كله تمام هي مفيش مشكله. وطبعا الماتيريال او الخامه من بره هي اتقلبت معدن، الثانيه ما كانتش معدن او انا مش حاسسها معدن، لو هي معدن فيعني معلش في الكلمه يعني حقك عليا. وبالنسبه طبعا لو انت عايز تشتري الساعه دي، فانا عندي اللينك موجود عندك في الديسكربشن تحت، اضغط عليه روح على الموقع بتاعنا دور على سمارت ووتش، اي سمارت ووتش تخطر في بالك موجوده عندنا ان شاء الله، ولو مش موجوده في الموقع فانت تبعت لي على الواتس انستجرام فيسبوك، هتواصل معاك ان شاء الله وهوصل لك على سعر كويس، السعر اللي انت عايزه. فان شاء الله يعني تابعني في الحوارات دي عشان انا بعمل عروض جامده جدا، انت ممكن تكسب ساعه اصلا سمارت ووتش او ساعه عاديه عارب او ارقام، فانت تابعني على الانستا عشان الحاجات دي طبعا تعرفها اول باول. اقول لك على حاجه، الناس اللي بتيجي لي من اليوتيوب بيبقى عندهم معزه كده، او انا في معزه في قلبي كده ان انت يعني في اليوتيوب، لان اليوتيوب بينفعني ماديا، فدي حاجه كويسه جدا، وان انت متابعني على اليوتيوب فدي حاجه كويسه ان انت مهتم. فحكايه مهتم طبعا انت ممكن تكسب حاجه من الحاجات اللي انا بعملها دي، انا بعمل كل اسبوع تقريبا في 2 بيكسبوا ساعات بقى ايا كان نوع الساعه ايه او سعرها. فطبعا يعني دي حاجه ما تضركش بحاجه، ان انت لو تابعتني يعني هترزق بحاجه زي كده او هتكسب. بالنسبه للحاجات اللي انا بوزعها فتابعني على الانستجرام او التيك توك او الفيسبوك او حتى هنا على اليوتيوب، انا بعمل شويه عروض كويسه، فتابعني عشان تكسب حاجه من الساعات دي. وطبعا لو وقفت معاك اي حاجه بالنسبه لسمارت ووتش او اي سمارت ووتش ثانيه فاكتبها لي في التعليقات هنا، او انزل على القناه بتاعتنا دور كده ممكن تلاقي حل للمشكله بتاعتك. واستنوا فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، زي ما بقول لكم دايما فكروها صح.